السلام عليكم المتتبعات والمتتبعين الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم الطريقة باش غادي نصايبو الزبدة البلدية في البيت، ماشي بالحليب ديال البقر، ولكن غادي نصايبوها بطريقة واحدة أخرى. إلا بغيتو تشوفوا الطريقة بالتفاصيل ما عليكم إلا تضغطوا على زر الجرس في القناة وتشتركوا وتخليونا شي تعليق وتعملوا لنا لايك، الله يكبر بكم. اذا اول حاجه اخواتي غادي ناخذ اللبن، غادي نجيب اللبن اي ماركه ديال اللبن عندكم، ما كنديروا الاشهار حتى شي شركه حتى وحده فيهم ما كتعطينا شي حاجه فابور. داكشي علاش كلهم عندنا بحال جميع الشركات كلهم كنتقداو السلعه ديالهم. ثاني حاجه المكون الثاني هو الزبده النباتيه، ماشي الزبده الحيوانيه، غادي ناخذ الزبده النباتيه. غادي نفرغ هاد الزبده ديالي. هنا عندي 250 غرام ديال الزبده النباتيه، وعندي هنايا نص لتر ديال اللبن. وكيف قلت لكم اللبن الا لقيتو اللبن ديال البقر غيعطيكم واحد النتيجه اللي هي خياليه، بحال تماما الزبده البلديه ديال البقر. بما ان هاد الزبده هذه البلديه كتباع باثمنه خياليه الروميه وكتباع بثمن خيالي احرى كالزبده البلديه، فلما لا حنايا غنصايبوها بهاد الطريقه هذه في المنزل ديالنا. اللهم نغشوا راسنا ولا يغشونا مالين المحلابات. هاد الطريقه باش كيصايبوا الزبده البلديه كيقولوا عليها راها بلديه، حالبين البقر، ما عرفت فين حلبوه وما عرفت فين رباو هاد البقر هذا، وتيقولوا عليها راها بلديه ديال البقر ديال الباديه. صافي اخواتي، هنايا غادي ندير الخلاط ديالي يخدم. دابا غادي نديماري الخلاط ديالي. بسم الله. هانتوما اخواتي قربت لكم الكاميرا لحدا هذا الخلاط هذا باش يبان لكم كيفاش كتحول هذيك الزبده من النباتيه كتحول لكم للزبده البلديه. شوفوا معايا، انا ما غاديش نقطع لا فيديو، من بعد غادي نقطع الصوت حيت هذه ديال العجانه، هذا الخلاط ديال العجانه كيدير الصداع بزاف. داكشي علاش غنخليكم تشوفوا، ما نقطعش لا فيديو، نخليكم تشوفوا الطريقه الصحيحه. هانتوما شوفوا معايا كيفاش كتولي حبيبات. هاد الطريقه هذه باش كتبدا كتصاوب الزبده البلديه ملي كنديروها في الباديه بالحليب ديال البقر، كتبدا بالحبيبات، من بعد كتجمع.
كنستمر اخواتي، غادي نعاود نطلق الخلاط. ها نتوما كتشوفوا راه مره كنقطع باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. عرفتوا راه تشوفوها اقسم بالله غتقولوا عليها غير بلديه. عندي البقره في السطح. اللهم ما نغشوا راسنا ولا يغشونا الناس الاخرين. دائما كنستمر اخواتي في الخلط، ومره كنحرك هكا بالمعلقه، كنطفي الخلاط وكنحرك هكا بالمعلقه. وياكم تخشيو المعلقه وانتم كتخلطوا، من الاحسن تخليو تطفيو الخلاط ديالكم عاد باش تحركوا بالمعلقه وتكونوا مأمنين. هانتوما دابا شوفوا معايا اخواتي، راه ما بقاوش دوك الحبيبات. كيف ما كتلاحظوا راه كتبان زبده رطبه بحال تقولوا عليها زبده بلديه 100%. جربوها البنات وغادي تدعيو معايا. واخا هي راه ماشي زبده ديال البقر 100%، ولكن راه عرفتوا الا دقتوها غادي تقولوا تماما الزبده البلديه. هانتوما شوفوا معايا النتيجه، شوفوا النتيجه ما شاء الله الرحمن الرحيم. جربوها البنات وما تنساوش، ما تنساونيش بالدعاء. الله يجازيكم بخير. اي حاجه بسيطه واقتصاديه، والحيل بطبيعه الحال راه كنحط الشورتس، الفيديوهات القصيره ديال الحيل ما تنساوهمش. مره طلعوا عليهم وخليو لينا تعليق. الله يكبر بكم باش تزيد العائله ديالنا تكبر. المهم البنات ملي كنساليو الطحن ديال هذيك داك الزبده ديالنا مع اللبن كيف شفتوا معايا، كنحاولوا ما امكن نجمعوها هكا بالمعلقه حتى كتجمع ليا مزيان. راه ما كيبقاوش فيها بزاف هذوك الحبيبات، شويه ديال الحبيبات يعني مقارنه مع الاول. كناخذ واحد الصفايه، بسم الله، غادي نصفيها. شوفوا تبارك الله راه ولا حتى الكميه ديالها ولات كثيره تبارك الله. داكشي اللي لصق غادي نحيدوه بالمعلقه باش حتى حاجه ما تضيع. الا عندكم خلاط كهربائي يعني بجوده عاليه غادي يكون احسن. انا هذا ديال العجانه غير كنقضي به وصافي بما سهل الله. وغنشري شي واحد هانتوما تشوفوه كيقطر. نجمع الزبده ديالي هكا المعلقه، كنصفي منها هذاك اللبن